إحنا عندنا هدفين رئيسيين من المؤتمر، الهدف الأولاني طبعًا إن إحنا بنلقي الضوء على مشكلة السكتة الدماغية، لأنها بتصيب في مصر 300,000 حالة سنويًا كل سنة، منهم 60,000 ل70,000 حالة بيبقى عندهم إعاقة عنيفة، بالتالي هي مشكلة بتشكل عبء مادي واجتماعي وصحي عنيف على الدولة. بشكل عام السكتة الدماغية هي السبب الأول للإعاقة على مستوى العالم والسبب الثالث للوفاة. فاحنا اول حاجه عايزين نلقي الضوء عليها، ازاي لو حد جاله سكته دماغيه يتصرف بسرعه، لانه العلاج كله معتمد على الساعات الاولى. الحاجه الثانيه ان احنا طبعا جلبنا احسن الخبراء في العالم، رئيس المنظمه العالميه للسكته الدماغيه، رئيس المنظمه الاوروبيه للسكته الدماغيه، الشرق اوسطيه، الامريكيه، عشان طبعا الحقيقه ده يسهم في التفاعل مع شباب الاطباء عندنا ان هم يطوروا من معلوماتهم وباك، ويقدروا وباك الحقيقه كمان يعملوا احتكاك وباك بهذه الشخصيات، يقدروا يروحوا لهم بعد كده في بلادهم وباك يتعلموا ويزودوا وباك خبراتهم، وفي نفس الوقت نستفيد بقى ان يقولوا لنا هم خبراتهم وباك عندنا في مصر وباك. والحقيقه برضو ان مصر متقدمه جدا جدا في هذا المجال يعني. الرياضيين بشكل خاص بنوجه لهم كلام انه مش معنى ان انت بتمارس الرياضه ان انت عندك مناعه من الاصابه بامراض اضطرابات المخ والاعصاب الوعائيه زي السكتات الدماغيه مثلا. وطرق الوقايه منها هو بيعمل جزء منها اللي هو النظام الرياضي، ولكن بنأكد على الرياضيين اللي بيعملوا أنظمة رياضية عالية الشدة إن هم أحيانا بيبقوا عرضة للإصابة أثناء التمرين بسكتات دماغية نتيجة الجفاف الشديد اللي ممكن يعانوه من شدة التمرين، أو من إصابات ممكن بتحصل في منطقة الرقبة بالذات للناس اللي بتلعب رياضات شبه الملاكمة مثلا. دول بيبقوا عرضة لإصابات في الشريان السباتي والشريان الفقري القاعدي، ودي ممكن تؤدي لسكتات دماغية حادة رغم إن سنهم صغير نسبيا. النهارده بنأكد في مؤتمرنا في دورته الثانية على أهمية التشخيص المبكر والعلاج حالات الطوارئ من السكتة الدماغية اللي دلوقتي بدأ يبقى متوافر بشكل كبير جدا في مراكز موجودة بشكل كبير في جميع أنحاء الجمهورية، سواء مستشفيات الجيش أو مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات الجامعية. وبالتالي بنقدر نلحق المريض ده في الساعات الأولى من حدوث الجلطة، اللي بنسميها الجولدن اور أو الساعات الذهبية لعلاج السكتة الدماغية، اللي بتتمثل لنا في أول من 4 ل 6 ساعات. اللي ممكن يقدر المريض فعلا ياخد حقنة مذيبة للجلطة أو يدخل العلاج عن طريق الأسطرة المخية، بتنقل حياته 180 درجة من شخص لا قدر الله يحصل قعيد، يعاني من شلل نصفي مدار حياته، أو لا قدر الله إعاقة في الكلام أو الحركة، لشخص طبيعي ممكن يمارس حياته بصورة سليمة وصورة طبيعية.